السلام عليكم مستمعي الكرام، كيف الحال وكيف الأحوال؟ كنتمنى تكونوا على خير ويكون عيدكم داز زوين مع العائلة والأحباب. واليوم غادي نهضروا على واحد الواقعة اللي كانت مؤلمة واللي لا زالت مؤلمة، دارت ضجة كبيرة ومازال فيها القيل والقال. وللأسف لينا كنشوفوا شي سلوكيات كتوقع في المؤسسات التعليمية ديالنا، واللي ولات كتكرر بشكل مقلق وكتأثر على الصحة النفسية ديال التلاميذ. وفي هذه الحالة اللي غنهضروا عليها اليوم، على من غنلقيو المسؤولية؟ على الآباء ولا على دور مؤسسة تعليمية؟ هذا التقاعس عن حماية حياة ضحايا الاعتداء الجسدي في هذه المؤسسات عنده عواقب وخيمة على المجتمع المغربي ككل. المهم، الحلقة اليوم غتكون حلقة خاصة، غادي نحكيو قصة سلمى بلسانها وشنو وقع ليها في هذاك النهار. كاين في هاد الدنيا لقطات كيدوزو قدام عينينا ولكن ما كيمشيوش نهائيا من البال، وكيبقاو مترسخين في القلب وفي المخيلة، كيخليو اثر كبير وكيصعب علينا نساوهم. وهاد القصة ديال اليوم ماشي بحال اي قصة، قصة ظلم، قصة حقد، قصة غير ممكن، قصة اللي وصلت بواحد الوجه مبقاش كاع الوجوه. سلمى بنت مغربية في عمر الزهور، كانت كتقرا في الثانوية في مدينة مراكش. بنت زوينة شكلا وزوينة أخلاقا، متفوقة في دراستها، محبوبة في الوسط ديالها، كانت كتعيش حياة بسيطة، شابة حالمة كتفكر في المستقبل ديالها وفي دراستها وفي أنها تنقذ عائلتها. ولكن ما جاش في بالها على أن الوسط اللي فيه والبيئة اللي فيها واللي كتحاول تخرج راسها منها باش تكون مستقبلها غادي يولي مصدر كابوس ديالها. كما قلنا، سلمى بنت قاصر في ديك الوقت اللي وقع لها هذا المشكل، وكانت كتقرا في الاولى بكالوريا يعني في سيزيام، كان عندها 16 عام. في واحد النهار اللي كيصادف ايام الاسبوع بالضبط يوم الاربعاء، واحد البنت اللي كتقرا مع سلمى وفي نفس الثانويه غادي تعرض ليها في الطريق، غتحاول تستفزها وتخلق معها الصداع وينشب بيناتهم عراك بالايادي. يعني البنت كانت مصره انها تفتعل المشكل مع سلمى باش تقر منها، علما انها ما صاحبتها، ما بنت قسمها، ما بنت حومتها، ما كتعرفهاش كاع. سلمى كتنكر معرفتها بهذه البنت تماما. المهم، المعتديه اللي اسمها غدير جات عند سلمى كتقول لها مالك كتشوف فيا؟ سلمى قالت لها انا ما كنشوفش فيك. بقاو ديك النقاشات، كتشوف فيا ما كتشوف فيا. المهم، البنت بقات مصره على افتعال المشكل، ولكن الامر بقى محصور غير في مشادات كلاميه. وفرقوهم صحابهم، سلمى دخلت تقرا عادي بحال ما كاين والو، رجعت في حالها مع الساد العشيه، توجهات لدارهم. الامور على خير وبخير لحد الساعه. غيجي اليوم التالي، يوم الخميس، قلنا هادشي وقع نهار الاربعاء في العشيه. المهم، فاش جا ديك الخميس في الصباح، سلمى ما قدراش تمشي تقرا في الليسي لان داك الصباح كانت مريضه بزاف، ولكن بقى بالها مع الحصه ديال العشرة خاصه تحضر ليها لانها كانت متبوعه بالموحد. الصباح هزات راسها ومشات، وصلت لباب الليسي، كان باقي الجرس ديال العشرة ما ضرب. المهم، هي هذيك واقفه كتسنى لو جرس يضرب، بانوا ليها التلاميذ ديال قسمها، مشات لعندهم كتسول على صحاباتها واش شافوهم. قالت له معاه، هي مازال كتسول فيهم وهي توقف عليها هذيك البنت المعتديه غدير وشي بنات كانوا معاها، وبدات كتقول لها دابا ها انت حصلتي، اش غندير لك دابا؟ سلمى بدات غير كتسايس معاها، قالت لها ها انت شوف، علاش حنا كاع غندابزو؟ شنو السبب علاش غندابزو؟ غير شوها قدام المدرسه على والو. وصافي فكوهم ولاد القسم ديال سلمى، معاهم فكوهم من بعضياتهم، ما عطاتها بالظهر وهي تجرها البنت غدير من شعرها. تما بدات المدابزه بيناتهم، انت فيا ما تنتف، انت فيا ما تنتف. المهم، في الشوق لبعضياتهم في بعضياتهم. فكوهم التلاميذ ديال القسم عاوتاني، صافي وحده دخلوها في حالها وحده مشات في حالها. سلمى هي اللي دخلت بحالها للمدرسه، البنت الاخرى جروها صحاباتها بعيد. المهم، قال سلمى على انها دخلت داك الساعه المدرسه وبقات واقفه في وسط الساحه مع البنات، طبعا كيهضروا في هاد المناتفه اللي تناتفوها في باب الليسي. واحد شويه شي تلميذات جاو كيجريو عند سلمى، قالوا لها واش انت اللي دابزتي مع فلانه في الباب الليسي؟ قالت لهم راه هي اللي جات ليا.
وما يقولوا ليها شوفي سيري تخباي ولا دخلي لشي قسم، مهم ما تبانيش ليها، راه اختنا مشات تشري زيزوار وبغيه تجي تضربك بها. سلمى قالت على انها في ديك اللحظه اللي دوك البنات كيهضروا معاها وكتحلل ديك الهضره اللي كيقولوها لها، ما توقعاتش بتاتا وما جاتش لبالها ان الامر يقدر يوصل لهذا الشيء اللي جاي. المهم بقاو البنات كيقولوا ليها ما تخافيش حنا معاك، وشي كيقول لا عيطي لداركم يتلاقاوك، شي كيقول لا طلعي لشي قسم تخباي فيه. المهم سلمى كتسمع في الهضره ديال البنات، هضره من هنا هضره من هنا، حتى كتوقف عليها غدير. زادت لعندها قالت لها اجي معايا نهضر معاك. سلمى قالت لها ما تهضري معايا ما نهضر معاك، بعدي غير مني. البنت الاخرى قالت لها شوفي ما تخافي ما شي حاجه، غير اجي نهضر معاك. سلمى على نيتها كتقول لها انا اقسم بالله ما خنزرت فيك، ودابا صافي دابزنا وتريشنا، بعدي غير مني. طلبات منها السماحه قبل ما يوقع هادشي كامل، وقبل كاع ما توقع حتى النتيفه، ولكن المعتديه كانت مصره انها دير هاد الروينه. المهم وعاوتاني غيتشدوا بالايادي وعلى غفله من سلمى. غدير وصلات لوجهها، عند بالها صرفقاتها، ولكن الصدمه الكبرى انها فعلا مشات شرات زيزوار ودخلاتو بكل جرأة وامام الاطر التربويه اللي كاينه في الليسي. غادي تضرب سلمى لوجهها وغادي تسبب ليها في جرح غائر. ويا له من منظر. سلمى ظنها انها اخذت كف، لكن ملي بان ليها الدم هابط تما كانت صدمه حياتها. شريط ديال حياتها كامل داز قدامها. في لحظه ادراك عرفات ان الهضره اللي قالوا ليها دوك التلميذات ملي جاو نبهوها من هاد المجرمه كانت حقيقيه. المهم سلمى صراخاتها ملات اركان المؤسسه بهول ما اصابها. الغوات، الفوضى، التلامذ صدموا، الاساتذه خارجين كيجريو، الناس كلشي عباد الله كيغوت. سلمى ما عارفه راسها شنو كدير، ماشيه مجه وجهها كينزف، ما بقاتش قادره تفتح عينيها، بحال الوقت توقف. الارض تحولات لساحه معركه ما بين سلمى وغدير. الاعتداء ماشي كان عشوائي، ماشي غير مدابزه ديال المراهقات وصافي، وانما كانت هذه نيه مبيته، بحال شي حساب قديم مخبي وسط الغيره وسط الكراهيه. سلمى تجرحات بواحد الوحشيه، تعرضت لتشويه خطير في وجهها. مهم من بعد مشات كتجري للاداره اللي هي الملاذ الاخير لسلمى والمأمن ليها في هذه الحاله. ولكن فينا هما المسؤولين؟ فينا هو الامن ديال المدرسه؟ واش وصلنا للزمن اللي فيه المراهقين ولا المراهقات والتلميذات بالاحرى كيدخلوا السلاح للمؤسسات التعليميه؟ والاكثر من هذا الشيء ان المعتديه حتى هي كانت قاصر. الوليدات امانه، والمدرسه خاصها تكون مكان ديال التعليم التربيه والامان. ولكن شنو نقولوا في هذه الحاله؟ ولات مسرح الجريمه. شنو نقولوا الا ولات الطفوله ضحيه للحقد للغيره، غياب المراقبه؟ انا اليوم ما جايش نهضر على فيلم ولا قصه ولا جريمه وقعات، انا جايه نهضر على قضيه حقيقيه وقعت في هذه المدينه وضحيتها بنت مازال قصير. اللي نرجعوا ونكملوا قصتها من بعد فاش ضربات في وجهها ومشات كتجري للاداره. غادي تصادف الام ديال واحد التلميذ جات كتسول عليه في الاداره تما على الغياب ديالو. فاذا بداك الام كتشوف بنيتها جايه كتجري تجاهها ووجهها محلول. شنو الشعور ديال هاد الام وشنو الشعور ديال سلمى وهي عارفه ان وجهها تخسر؟ لا حول ولا قوه الا بالله. المهم تجمعوا الناس ديال الاداره كاملين تما، الاساتذه بقاو كيسكتوا في سلمى على الله غير تفوت ديك الصدمه اللي هي دخلت فيها على ما بين ما توصل سياره الاسعاف. طبيعه الحال هي مخلوعه على وجهها، كتشوف الدمعيات هابطه. راه اي واحد غيكون في داك الموقف راه يبقى بزاف ديال الافكار وبزاف ديال التخيلات يجيو في بالو، خصوصا ملي كيدخلوا الاساتذه عندها لواحد القاعه كانوا حاطينها فيها وكيشوفوا داك الضربه في الوجه. كل شيء كيشد في راسو. واش هادي غير تخنزيره خلاتها تحليها وجهها بديك الحاله؟ اما كون عيراتها كون يمكن صفات عليها. علما ان سلمى كتحلف وتقسم امام المغاربه على انها ما خنزرات فيها، ما كانت كتعرفها، وحتى سميتها ما عرفتها حتى كانوا كيدعوا في المحكمه. المهم ملي جات لامبيلونس هزات سلمى بجرحها الغائر وكل هدميات، وهي كتمنى انها يا ريت تكون كتحلم في داك اللحظه، ولا انها تتقبل حقيقه ان وجهها ترزى. صراحه هاد القصه هادي انتنا جميعا. المهم داوها للسبيطار وهي في حاله يرثى لها،
لدرجة أنها أغمي عليها. وطبعا الصدمة والخلعة والخوف. شنو جاي مازال؟ غيدخلوها للسبيطار، سعفوها في الحين وهي في وسط السبيطار وحويجاتها وبلوزتها كلهم دمايات. الوالدين ديالها تخبروا بهذه المصيبة، الأم جاية كتجري، الأب مقعد لا حول ولا قوة له. المهم سلمى قالت باللي في وسط ديك الفوضى اللي كانت دايرة بها وهما كيخيطوا ليها في وجهها، غيدخل عندهم واحد السيد طويل لابس كوستيم رسمي بالكرافات ديالو. سول الفرمل اللي كان كيخيط ليها واش الامور هانيه مزيانه، قال له كل شيء مزيان وخرج مشى بحاله. سلمى قالت على ان هذاك السيد ما عمرها شافته، ما عمرها عاودت شافته ولا تلاقاته وما عرفاتوش حتى شكون هو. والغريب ان في هذاك العام ديال 2022 اللي وقعت فيه هذه الواقعه، كانت الصحافه الالكترونيه هضروا على هذه الواقعه، وبحيله البوز هذه القضيه بقى محصور غير في مدينه مراكش. المهم سلمى ملي سالاو ليها الخياطه كيقولوا لها باللي دارت ليها 56 غرزه، ويا لها من صدمه ومن احساس صعيب صراحه. ولحد ديك الساعه ما كانتش شافت وجهها مره كيبقى، وكاع داك الشيء اللي كيدوز مخيلتها كتوقع هي انها غتشوف ما كثر منه. قالت باللي ملي سالات من السبيطار عطاوها السيرتيفيكا ديالها فيها 29 يوم، وهي اللي غادي تبني بها المحضر ضد غدير اللي جاو داوها البوليس من قلب الليسي، واللي غتلاقاها في الكوميساريه هي وامها. وبمجرد ما شافتها امها جات كتجري لعندها وكتقول لها عافاك يا بنتي لما سمحي ليها، راه ما قصدارش تضربك وراها كتعالج عند طبيب نفسي. سلمى هنا هضرات مع الام ديال غدير بكل احترام وقالت لها اخالتي انت مالك والو، بنتك ملي مريضه كنتي تديها لشي سبيطار تعالج، وهي فين غتدخل غدير في هذا الخط هنا، وغادي تزيد الطين بله وغتقول لسلمى ايوا ما نعرف شكون دابا اللي مشى للسبيطار. يعني المعتديه ما حسات بحتى شي ذره ندم على هاد العاهه اللي تسببت فيها لهاد البنت. المهم سلمى دارت المحضر ديالها وبقات متشبته بحقها اللي قالت انه تهضم، لانها من بعد ما طلع وهبط في المحاكم وطلب الناس باش انها دير تنازل مقابل 10,000 درهم مغربيه، سلمى الا انها بقات مصره على انها تاخذ حقها. وهذا الشيء كامل اللي وقع فيها غادي تبت القضيه في الملف، وغتحكم على المتهمه غدير بشهرين حبس نافذه و5 المليون غرامه. سلمى دخلت في حالة صدمة هي وعائلتها، ونفسيتها تدمرات من بعد هذا الحكم. بالرغم من أن الملف داز لمحكمة الاستئناف إلا أنه تم تأييد الحكم. سلمى كتقول على أنه لا شهرين الحبس كانت كافية ولا دوك 5 المليون حتى هي ما كانش كافية، لا في المصاريف ديال التنقلات ديالها ولا الدول اللي كانت كتاخذ، ولا حتى المصاريف ديال الفاصمة هي الاخرى اللي كتحتاجها باش تبدلها كل شهر. وزيادة على هذا فين مصاريف ديال التجميل، يعني ضاعت في حقها وضاعت حتى في وجهها، اللي الوجه بالنسبه للمراه هو راس مالها. وباش يوقع اللي ما وقع لسلمى فعرف ان النفسيه غتكون فعلا مدمره. مهما تحاول المراه تنسى او تناسى شنو داز عليها الا وغيبقى داك الشريط كيدوز قبالة عينيها، الا ما كانش كل ساعه فغيكون كل نهار. سلمى من بعد هذه الفاجعة اللي وقعت لها حاولت ترجع تكمل روتينها في الحياة، ولكن الأمر كان صعيب، لا من الناحية الصحية اللي كان الجرح كيتنخليها وكيعطيها آلام، ولا من الناحية النفسية لأن دمها كما قالت كان مازال مرشوش في أرجاء الثانوية. وبالرغم من هذه المعاناة حاولت أنها تكمل عامها الدراسي، إلا أنها ما لقاتش السند من بعض الأساتذة اللي كانوا كيقريوها. صراحة ما عرفتش شنو السبب اللي خلى بعض الأساتذة كما قالت ما يتعاطفوش معها، علما أنها قالت أنها كانت كتقرا مزيان وكتحصل على نتائج مرضية في امتحاناتها، وهذا كان سبب آخر ينضاف للسبب ديال التشوه الوجه وغيخليها ما تقدرش تكمل قرايتها في ذاك العام. وفي السنة الدراسية الجديدة اللي غترجع سلمى تقرا فيه غادي تفاجأ بلي المؤسسة موجدة لها الدوسي ديال الانتقال ديالها، يعني تمشي تشوف شي ليسي اخر فين تقرا. علما أن سلمى قالت أن الحادثة وقعت لها داخل المؤسسة، والمؤسسة ما تكلفت لها بحتى حاجة من غير لامبيلونس اللي جات أصلا فابور الليسيم اللي عيطوا عليها. البنت مازال كتلقى الصدمات هادي مور هادي، بل الأدهى من هذا هو ملي غدوز ديك شهرين د الحبس وغتخرج غدير وغتبقى تجي حتى لباب دارهم وتبقى تستفز فيها من جديد
بلايفات اللي كانت كتحطهم في مواقع التواصل وكتصور في الحومه ديالها وكتبقى تقول للناس على ان عندها شي ضحيه في ديك الحومه. يعني من غير هاد العاهه اللي تسببت ليها، زايده مازال كترهبها وتخلع فيها. ونزيدكم، هذاك التعويض اللي خرجته ليها المحكمه مازال لحد الساعه اللي كنهضروا فيه ما خداتها. وهذا الشيء كامل داز في هاد العامين، وسلمى كتعاني في صمت الى حتى غيجي النهار اللي غترجع القضيه للواجهه وغتخرج غادير بواحد فيديو استفزازي كتضحك فيه على سلمى وكتقول لها عامين هادي باش خرجت وانت كيبقى وجهك. وكان هذا الميساج هو اللي فجر القضيه وخلاها ترجع وتولي راي عام. دخلوا جمعيات وحقوقيين ومشاهير لبوا النداء ديال سلمى، او بالاحرى الصرخه المدويه اللي زعزعات الوسط والمجتمع المغربي ككل. سلمى نادت المغاربة كاملين وشاركت قصتها بحزن وبدموع حارقة وخوف وقهر من الظلم والإحساس اللي حساتو على أن القانون ما وقفش معها كما خاص يكون. أنا سلمى ماشي مجرد ضحية، أنا إنسانة تستاهل الإنصاف. ما طلباتش المستحيل، ما طلباتش الانتقام، طلبات العدالة، طلبات الكرامة، طلبات يسمعوا صوتها رغم الألم ورغم الظلم. وقفات وقالت للمغاربة كاملين بغيت حقي، وبغيت أي بنت تتعرض للظلم تحس أنها ماشي بوحدها. القضية ديال سلمى خاصها تبقى قضية رأي عام حتى تاخد حقها وتبقى حية، ماشي غير لأنها مأساة ولكن لأنها درس لينا كاملين، درس على الحقد، على الغدر، على الغيرة، على الصمت اللي كيقتل، وعلى ضرورة أننا نوقفوا مع بعضياتنا قبل ما نطيحوا. والآن المتهمة غدير تحت قبضة العدالة من بعد ما أمر السيد وكيل الملك بالاعتقال ديالها ومتابعتها في حالة اعتقال بتهمة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والعنف. قضية اليوم كتبين على أن العنف ممكن يبدأ بكلمة، بنظرة، إهمال صغير يقدر يولي كارثة. اللي وقع لهاد البنات بجوج سواء الضحية أو المعتدية ماشي حادث عادي، راه ناقوس خطر ما كيدقش ولكن استنفر. كيفاش تلميذة أو لا تلميذ يدخل معاه آلة حادة للمؤسسة؟ فين دور الأسرة، الإدارة، وفين دور الأساتذة؟ خاص الوليدات يوعاو العنف ماشي حل، والحوار والتربية والمراقبة هما السلاح الحقيقي ضد التطرف المدرسي. وإلى اليوم سلمى صوتها تسمع، فكاين ضحايا كتار صوتهم ما مسموعش وحالتهم كتر من الحالة اللي وصلت لها سلمى. وفي لحظة تقدر حياة إنسان تبدل. الألم صعيب والأصعب هو تجاهل، والمجتمع المدني مسؤول أنه يداوي الضحايا نفسيا بصوتنا وبتضامننا وصولنا للعدالة، لأننا مرآة المجتمع. وبهذا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. كنتمنى الكل ياخد عبرة من هاد القصة هاد البنت، والله يهدينا على نفوسنا ويكتب في راسنا مكاتب الخير، وعلى أمل نسمعوا أخبار تسررنا في هذه القضية. إلى اللقاء وحفظكم الله ورعاكم.